عاوز اشتري العفش بتاعي، اشتريه منين؟ الاجابه دايما التقليديه المحفوظه يلا بينا على دمياط. واحد يقول لا انا هشتري من القاهره، واحد ثالث يقول لا 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 انا هنزل صور واشتري من براندات، واحد رابع يقول لك لا 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 انا هعمل شغلي عمولي. مين فيهم الصح؟ انا ياسر زكي معاكم من انطري فرنتشر، هساعدكم في الاجابه على الاسئله دي. تعال نفكر في اول اختيار كل الناس بتفكر فيه. انا هروح دمياط، دمياط دي ارخص، دمياط دي احسن، دمياط دي اوسع. طيب حضرتك عشان تروح دمياط محتاج ايه؟ محتاج 3 من عندي، على الاقل 2 3 برضو من عند العروسه، نبدا نتحرك ونسافر. محتاج تاخد اجازه من شغلك، هي تاخد اجازه من شغلها، ونبدا نروح. طيب في قد ايه وقت؟ الكتير قوي اللي انت عايز تشوفه ده هتشوفه قد ايه وقت؟ انت بالكتير عشان تسافر تشتري عفش محتاج يوم يومين، يعني اللي عنده رفاهيه الوقت قوي 3 ايام. انت متخيل في اليوم ده هتقدر تشوف كام اوضه، كام صالون، كام انتريه، كام اوضه اطفال؟ المشكله الاكبر مش هتتفرج على كام واحد، طب هتاخد قرارك امتى؟ انت محتاج تاخد قرارك في يوم واحد. في يوم واحد لازم تاخد قرار انك تشتري عفش بيتك، ومفيش مجال للندم. انت اشتريت، دفعت، سافرت، والعفش هيجي لك بعدها. لا في مجال نغير ولا في مجال يبقى نقدر نرجع في كلامنا. خلاص يبقى انت مش معقول هتسافروا 3 من هنا و4 من هنا ونصرف قد كده فلوس وفي الاخر ناخد فكره ونرجع. لا احنا مشتريين. وعلى فكره الضمان عارفين كده كويس، عارفين انك انت نازل هتشتري، وانت فعلا لا طالما سافرت لازم هتشتري، مش هتلف وتروح. لكن طب تعالى نشوف سوهاج هنعمل ايه. النهارده متغديين في حته ورايحين نلف لفه، النهارده عندي اجازه في الشغل وهنلف لفه، النهارده شفت حاجه عند الاستاذ طب اروح تاني بكره اراجع عليها. لكن انت في دمياط هتروح عند واحد هتقدر ترجع له؟ مش هتقدر ترجع له، مش هتقدر. قرارك هنا في سوهاج تقدر تاخده في اسبوع، في 10 ايام، في شهر، مفيش اي مشكله. انت ممكن تبدا في سوهاج من بعد ما تخطب بيوم، تتفرج على العفش، تظبط ميزانيه، تظبط الدنيا، تختار حاجه وانت مستريح. لكن في دمياط انت عاوز تاخد قرار دلوقتي. واحد تاني يقول لي لا 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 اصل انا بصراحه عاوز هاي لاين، عاوز مستوى عالي قوي يا استاذ ياسر، مش هلاقيها في سوهاج. مين قال لحضرتك؟ مين قال لحضرتك مش موجود في سوهاج؟ اتعب حضرتك بس اسبوع زمن، لف على كل سوهاج، ولما يا سيدي احنا نبقى ما قدرناش نقدم لك المستوى الفظيع اللي حضرتك عاوزه، خلاص سافر. يا جماعه احنا بقينا سوق للناس التانيين، ازاي احنا مش سوق ليكم؟ صدقوني سوهاج بقي فيها كم محلات موبيليا كبير جدا، وما شاء الله كلنا بقينا مستوى حلو جدا. انا مش بقول لك تعالى لي يا سيدي، تعالى لي انا هكون سعيد طبعا لو جيت لي، هكون سعيد جدا. لكن بقول لك تعالى عندي وروح عند غيري وعند غيري وعند غيري واتفرج وخد وقتك. طب هتقولي لا 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 بس الاسامي الكبيره والبراندات كلها في المنطقه البحريه. ومين قال لحضرتك ان اللي عندهم مش عندنا؟ حضرتك بس ادينا فرصه، ادينا تلف. تعالى شوف. انا مش بقول لك ما تروحش القاهره، لا، بس على الاقل يا سيدي لف لفه، ابدا كده شوف الدنيا، خد فكره. البلد هنا بقت مليانه معارض موبيليا، وما شاء الله كلنا بقينا على مستوى كبير جدا. هتقولي لا والله يا استاذ ياسر دمياط دي بلد التصنيع فبالتالي ارخص. انا بقول لحضرتك لا، ارخص ازاي؟ ارخص ازاي؟ احنا الحد الادنى عشان تسافر تجيب من بره سوهاج عندك مصروف ثابت مش اقل من 10000 جنيه، واحنا ما اشتريناش حاجه. لكن انت في سوهاج مفيش الكلام ده. انت هنا بتشتري من عندنا، بنوصل لك، بنركب لك، بنوقف لك شغلك، بتستلم جوه شقتك. تعال نتكلم في نقطه تهمنا كلنا. ايه اكتر حاجه تهم اي عميل؟ الضمان هو اهم نقطه عند اي عميل. نقعد نقرا على الفيسبوك وعلى الاعلانات ضمان 5 سنين، ضمان 3 سنين، ضمان مش عارفه كام سنه. بس خلينا كده نعرف ايه الخطوات لما يحصل عندك حاجه في الدولاب. هتتصل بالتليفون، ايوه يا حاج ده انا فلان الفلاني اللي من سوهاج، فاكرني يا حاج لما اشتريت منك مثلا من سنه او من 6 شهور اوضه النوم والصالون. انت متوقع بتاع القاهره يعمل لك ايه؟ بتاع دمياط يعمل لك ايه؟ هو راجل كويس وضمان حقيقي، بس هيعمل لك ايه؟ يعني انت بينك وبينه 500 كيلو 800 كيلو، هيبعت نجار 800 كيلو عشان يعمل لك ضلف الدولاب؟ يعني انت مصدق؟ هيبعت لك واحد علشان درج الكومودينو طلع بره المجرى بتاعه وانت بينك وبينه 800 كيلو. لكن انا هنا في سوهاج اللي جنبك، حضرتك من سوهاج، من الشرق، من جرجة، من طمة، من طحطة، يا سيدي من ابو ديك، بيني وبينك نص ساعة. انا مش هرهق نفسي لما ابعت لك النجار عندك 10 دقايق يظبط لك جرار الدولاب.
مش هيبقى عندي عبء ان انا اجي اوصل واشوف ايه مشكلتك واحلها لك. وفي نفس الوقت انا هنا في سوهاج وانت ابن بلدي، انا حريص عليك، لان ببساطه انا محتاج لك. انا هنا ما عنديش غير زبون سوهاج، انا مش مستني واحد من اسكندريه يجي لي. لكن بتاع القاهره صدقني مش محتاج لك، انت مش فارق معاه اصلا. عنده اسكندريه، عنده اسيوط، عنده المنيا، عنده هنا. لكن انا ما عنديش غيرك، انا سوهاج وانت سوهاج، احنا الاثنين محتاجين بعض. انا دايما بقول لزبوني، انا صدقني مش ببيع موبيليا، انا ببيع انبساط. انا عاوز ابيع انبساط، مش عاوز ابيع موبيليا. عاوزك لما تاخد من عندي تبقى سعيد مبسوط، ودي النقطه الاساسيه. هي دي انا بعتبرها البيعه الذهبيه، ان انا ببيع وانت مبسوط. وعشان كده انا بقول لك سوهاج هو الاختيار الصح، مش اي حته تانيه. كل واحد ما يهمهوش غير بيعته، لكن انا لا، انا يهمني بيعتي ويهمني انت كعميل.